إذا في إطار التعريف بأنواع الهجومات السيبرانية اللي كيتعرضوا لها الناس عموما، اليوم غنتكلموا على واحد النوع من واحد الهجوم، يعني ان جون دون سيبر اتاك اللي تكلمت عليه واحد النشرة تم تعميمها يوم امس 17 افريل 2023 من طرف الإدارة العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية. هذا التعميم الذي أشار وحذر من واحد الاختراق تحت عنوان زيرو داي، اللي كتعرفوا يعني لابليكاسيون ديال جوجل كروم، المتصفح جوجل كروم اللي لقاو فيه واحد الثغرة من نوع زيرو داي. إذا اليوم سنتحدث عن لاتاك زيرو داي. إذا قبل ما نتكلموا على لا فاي زيرو داي خصني نشرح لكم سي كوا اون فاي. Une faille au point de vue cybersécurité bien sûr. Alors la faille هي كتكون واحد الثغرة أو واحد يكون ان بوغ في لا سويت دان بروغرام انفورماتيك، ou bien واحد une vulnérabilité، واحد الضعف اللي كيكون في ديك لا suite d'instruction d'un programme informatique. وقبل ما نسترسل في الحديث، c'est quoi un programme informatique et c'est quoi la suite d'instruction في la suite informatique باش نفهموا التأثير ديال لا فاي. Alors un programme informatique c'est une suite d'instructions logiques qui s'exécute d'une façon séquentielle ou bien bouclée. يعني هو واحد المتتالية، برنامج معلوماتي هو واحد المتتالية من الأوامر التي يعني سيكزيكوت تنفذ بشكل آلي يعني ومتتالي. هذا هو وهاد الأوامر كتكون معطية للورديناتور دو ليكزيكوتي. أنا كنعطيكم اختصار يعني كومباكت، يعني مضغوط بواحد الشكل كبير. Alors هاد لي انستركسيون informatique, instruction, à la suite des instructions dans un programme, un PRG informatique, normalement il s'exécute d'une façon solidaire et d'une façon logique. L'absurdité, normalement, ça se compte 0%. لكن ما يقع في برامج عملاقة كتكون فيها 5000 10000 20000 instructions كيكون واحد l'instruction donnée à l'intérieur de la suite كتكون يا إما فيها ضعف ما داروش لها لي كونترول ديالها، أو أنها يعني لم تكن ما عندهاش ديك لا سوليداريتي بالانستركسيون ديال افون اي ابري، أو واحد العدد كبير ديال الاحتمالات ديال لي بروبابيليتي اللي ممكن يضعفوا وحده من هاد لي انستركسيون. الوغ هاد الانستركسيون هادي اللي كتكون ضعيفه فولنيرابل او كتكون خاطئه ولكن ما كيكونش عندها تاثير على ليكزيكسيون ديال البروغرام، او كتكون يعني غير ما داروش لها سكون ابل لي ريغل دو جيستيون دي انستركسيون او غير ذلك، كتجعل هذا البرنامج المعلوماتي فيه واحد الثغره معينه، بحال واحد السور كيحمي واحد القلعه، كتكون قلعه حصينه، لكن كنجيو لواحد الجانب في واحد الحائط معين فيها كنلقاو فيها واحد الان متر كاري مثلا دخلت عليه عوامل التعريه، الحد الميكانيكي او الحد الكيميائي ديال الامطار وغير ذلك وضعفوا. الشيء اللي كيمكن العدو من ينطق بهذاك الان متر كاري وكيجعل واحد المدخل، واحد الثغره في ذاك الحائط، وكيدخل جندي واحد وكيمشي يفتح البوابه ديال الحصن، كيمكن الجيش كامل من الدخول الى الحصن. نفس العمليه كتوقع في لي فاي. اذا الفاي انفورماتيك سي سا dans un programme informatique. Alors maintenant le zéro day. Les zéro day هما هاد لي فاي قبل ما كيتعرفوا.
قبل ما كيتعرفوا، لان قبل ما كيتعرفوا كتكون مين دور بالنسبه لذاك اللي اكتشفها، اللي كيستعمل واحد المجموعه ديال الادوات واحد التقنيات والهندسه العكسيه وغير ذلك في تحليل وفي دراسه وفي يعني الاشتغال على هذا البرنامج بواحد الشكل عميق، وكيمتد لاشهر وربما لسنه او سنتين من كيوصل لها هذا الفايل انكوني اللي اكتشفها هذا المخترق. الاستعمال ديالها كيبقى على حساب مرجعيه ذلك المخترق، يا اما انه كيكون يعني مخترق اخلاقي ما يسمى بالوايت هاكر، او انه كيكون مخترق يعني مجرم ما يسمى بالبلاك هاكر. اذا هنا على حسب مرجعيه كل واحد. وهذا الزيرو داي كتباع بملايين الدولارات، وكتباع في الدارك نت، يعني في الانترنت الاسود، في منتديات سريه وعبر وسطاء وغير ذلك، او كيلتجئ مباشره ذلك الباحث الى صاحب هذه الابليكاسيون هذه اللي فيها هذا الفايل، وكيبيعها ليه كذلك بملايين الدولارات. فهنا التحذير الذي عممته مشكورة غاية الشكر الإدارة العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لوزارة الدفاع، لإدارة الدفاع الوطني بالمملكة المغربية، تحذر من هذا الفايل زيرو داي التي تم اكتشافها في جوجل كروم، لو دوغري دو كريتيك ديالها كريتيك، والمعالجه ديالها عبر لا ميزاجور اللي تعملت لها، وخصها تعمل يعني رابيدمون، والا يتم التحكم في الجهاز ديالك من خلال هاد لافاي هذه زيرو داي. يتم التحكم في الجهاز ديالك، ويتم استعماله يا اما لاغراض اجراميه وتتحمل مسؤوليتك القانونيه فيها، يا اما لاغراض يعني كذلك دائما اجراميه لسرقه البيانات ديالك. وتقدر هنا يعني، وهذه سرقه البيانات عندها تداعيات اجتماعيه وماليه واقتصاديه ونفسيه وغير ذلك، راه ادت الى كوارث كثيره جدا. ولهذا اهيب بالمتتبعين الكرام بان يعملوا على تحديث البرامج ديالهم، لا ميزاجور تكون دون فاسون يعني ريغوليير بالنسبه للبرامج ديالهم. وإلا بغيتم نزيد نعمق في انواع هاد لي زاتاك وغير ذلك، كتبوا لي في التعليق وانا راه الاشاره ديالكم.